إذا متابعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، مستمرين معكم في تغطية خاصة وتحليل حصري وكذلك تحليل معمق يجمع في هذه القمة اليوم التي تجمع بين الشبيبة القبائل ومولودية الجزائر. مرحبا بكم من جديد في هذا التحليل الحصري والمعمق الخاص بهذه المباراة الشيقة والجد المثيرة. فمولودية الجزائر في اختبار صعب اليوم أمام شبيبة القبائل. تتجه أنظار عشاق الكرة الجزائرية مساء الجمعة 2 جانفي 2026 نحو ملعب حسيني تحمد، حيث يحتضن واحدة من أكثر المباريات إثارة في الكرة الوطنية، عندما تستقبل شبيبة القبائل ضيفها الثقيل مولودية الجزائر في إطار الجولة السادسة من ذهاب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. مواجهة تتجاوز حسابات الجولة والنقاط، تدخل في إطار الصراع التاريخي والندية الجماهيرية وكذلك الرهانات الفنية والنفسية. البطاقة حول هذه المباراة المسابقة وهي الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، الجولة السادسة من مرحلة الذهاب، تاريخ الجمعة 2 جانفي 2026 توقيت وهو 5 مساء حسب التوقيت المحلي في الجزائر. الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة وهو ملعب استاد حسين أي تحمد في تيزي وزو. فوضعية الفريقين قبل اللقاء: يدخل مولودية الجزائر في كزعامة واستمرارية. يدخل العميد هذه القمة وهو في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 12 جولة، محققا 10 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. لديه تميز العميد مولودية الجزائر بهجوم قوي، حيث سجل 15 هدفا هذا الموسم. شخصية بطل واضحة منذ بداية الموسم، بحيث كل مبارياته يلعب كأنه بطل لهذا الموسم، ولذلك فهو يلعب بشخصية المنتصر. مولودية الجزائر هذا الموسم ليست فقط فريق نتائج، بل مشروع كروي متكامل بقيادة المدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا، الذي منح الفريق توازنا تكتيكيا وكذلك صلابة دفاعية مع سرعة كبيرة في التحولات الهجومية. فالعميد يسافر لتيزي وزو بهدف واضح: الخروج بنتيجة إيجابية تؤكد الهيمنة وتبعد كذلك المنافسين. أما في الجهات المقابلة الفريق الأصفر شبيبة القبائل، عنوان هذه المباراة بالنسبة لي وهو البحث عن انطلاقة حقيقية. بالمقابل تحتل شبيبة القبائل المركز العاشر ب 18 نقطة بعد مشوار متذبذب، فقط تميز ب5 انتصارات و3 تعادلات مع 4 هزائم. فهجوم حاضر لكن دفاع غير ثابت. الفريق القبائلي يعيش مرحلة إعادة بناء تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينباور، الذي يسعى لفرض هوية واضحة تقوم على مجموعة من الضوابط: أولها الاستحواذ المنظم، ثانيا الضغط المتوسط، ثالثا استغلال مهارة لاعبي الوسط. فمواجهة المتصدر تمثل فرصة مثالية بالنسبة لجهاز كا لإعادة الثقة وكسب دفعة معنوية قوية أمام جماهيرها. أما فيما يخص هذه المباراة فستتميز أكيد بصراع تكتيكي بين مدربين ذوي فلسفتين مختلفتين، الجنوب افريقي روكلاني موكوينا وكذلك زينباور المدرب الألماني. فمولودية الجزائر ستدخل إذن احتمال كبير أن تدخل بهذا الخطة وهي 4-1-2-3. فموكوينا يعتمد غالبا على محور دفاعي صعب مع لاعب ارتكاز واحد يوازن بين الخطوط مع أجنحة سريعة قادرة على الاختراق. فالمولودية ستسعى لامتصاص ضغط البداية أكيد، ثم ضرب الشبيبة القبائل عبر المرتدات السريعة وكذلك في التحولات المباشرة. أما في الجهة المقابلة شبيبة القبائل قد تعتمد على خطة 4-2-3-1. فزينباور يراهن على مجموعة من العوارض، فأولها كثافة في وسط الميدان، ثانيا صانع ألعاب حر خلف المهاجم، وثالثا ضغط تدريجي على حامل الكرة. فريق شبيبة القبائل أكيد ستبحث عن السيطرة على إيقاع المباراة ومنع العميد من بناء اللعب بسهولة.
أما مفاتيح اللعب هذه المباراة واللاعبون الذين يمكن اعتبارهم تحت هذه المجهر في هذه المباراة، نبدأ أولا بفريق الشبيبة القبائل. أولا وهو خبرة بودبوز في وسط الميدان مع تحركات أخريب على الأطراف، وكذلك صلابة بن ومداني دفاعيا. أما في الجهة المقابلة مولودية الجزائر لديها سرعة فرحات وبنقورة مع قوة عبد الله في الكرات الهوائية، وكذلك تنظيم بن خماسة في الوسط. إذن فهي تفاصيل صغيرة فقط قد تصنع الفارق، كرة ثابتة مثلا، خطأ دفاعي أو لقطة فردية حاسمة. هناك عامل آخر لا يمكن التغافل عنه أبدا، وهو العامل الجماهيري. فملعب حسين أيت أحمد سيكون ممتلئا عن آخره، وجماهير شبيبة القبائل معروفة بقدرتها على مجموعة من الضوابط التي تعتمدها رفع نسق لاعبيها، أكيد الضغط على الخصم وتحويل المباراة إلى معركة ذهنية عن طريق الضغط النفسي التي تمارسه خصوصا على الخصوم. لكن في المقابل مولودية الجزائر تملك خبرة التعامل مع الأجواء الصعبة، وهو ما يزيد أكيد من حرارة هذه المواجهة. أما السيناريوهات المحتملة فهناك الكثير، لكن 4 منها قد تكون أكثر حظا. أول سيناريو هو بداية حذرة من الطرفين. السيناريو الثاني ضغط قبائلي في الربع الساعة الأول. ثالث سيناريو محتمل وهو ردة فعل منظم من العميد. أما أخيرا المباراة مغلقة قد تحسم بتفاصيل دقيقة. إذا كخلاصة مختصرة لهذه المباراة، مباراة مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل ليست مجرد مباراة في الجولة السادسة، بل تعتبر قمة تقليدية تختبر قوة المتصدر وشخصية صاحب الأرض وبراعة كذلك المدربين مع أعصاب اللاعبين. إذا في تزوزه لا مكان للخطأ أكيد، والتاريخ يكتب دائما مثل هذه الليالي. فمباراة من هذا النوع فهي مباراة كبيرة بكل تأكيد، وستحظى بشعبية جماهيرية واسعة، لا من أنصار شبيبة القبائل ولا من طرف العميد. إذا بشكل مختصر سنعود سريعا على أبرز النقاط. إذا عنوان هذه المباراة بالنسبة فيما يخص شبيبة القبائل ومولودية الجزائر وهو صدام الإرادة والهيبة. في مساء كروي ينتظره الجزائريون بالشغف وعلى أرضية ملعب حسين أيت أحمد تعود واحدة من أكثر المواجهات رمزية في تاريخ الكرة الجزائرية إلى الواجهة. فشبيبة القبائل في مواجهة مولودية الجزائر ليس فقط من أجل 3 نقاط، بل من أجل الهوية والكبرياء وفرض الشخصية. إذن يوم الجمعة 2 جانفي 2026 ليس مجرد موعد في رزنامة البطولة، بل موعد مع التاريخ ومع اختبار حقيقي لميزان القوى في الرابطة المحترفة الأولى. وسياق المباراة صدارة في مواجهة الطموح. مولودية الجزائر فريق لا يعرف التراجع أبدا. يدخل العميد هذا اللقاء وهو متربع على عرش الترتيب ب31 نقطة بعد 12 مباراة. أكيد أرقام تتحدث عن نفسها، فهو لديه ماكينة انتصارات لا تتوقف مع ثقة عالية داخل المجموعة وانسجام واضح بين الخطوط. فمولودية الجزائر هذا الموسم تلعب بعقلية البطل، لا تكتفي بالفوز بل تفرض أسلوبها أينما حلت وارتحلت. وتحت قيادة المدرب رولاني موكوينا أصبح الفريق منظم دفاعيا وقاتل هجوميا وصلب نفسيا حتى خارج الديار. فزيارة تزوز تمثل اختبار شخصية، والعميد يعلم جيدا أن أي نقطة تنتزع هنا تساوي الكثير بالنسبة له. أما بالنسبة لشبيبة القبائل الأرض والجمهور وسؤال الرد أكيد. على الجهة المقابلة تقف شبيبة القبائل في المركز العاشر ب18 نقطة، في وضعية لا تعكس تماما قيمة النادي ولا طموح أنصاره. فالفريق يعاني من تذبذب في النتائج مع فقدان الاستمرارية وضغط جماهيري متزايد. لكن مباريات مثل هذه لا تخضع للمنطق الرقمي، فالشبيبة القبائل تلعب على أرضها أمام جمهورها وضد المتصدر، وهي عناصر كفيلة بقلب الموازين إن أحسن اللاعبون التعامل معها بكل تأكيد. وصراع الأفكار قبل صراع الأقدام، هكذا يراه المدربون. زنباور يسعى إلى إعادة التوازن قبل المجازفة.
فالمدرب الألماني جوزيف زينباور يدرك أن مواجهة المتصدر تتطلب انضباطا تكتيكيا عاليا مع تضييق المساحات في الوسط واللعب على أخطاء الخصم. الاعتماد على خطة 4-2-3-1 يعكس رغبة واضحة في حماية الدفاع مع منح الحرية لبودبوز في صناعة اللعب، وكذلك استغلال سرعة الأجنحة. شبيبة القبائل ستسعى بكل تأكيد إلى خنق العميد لا مجاراته في الاندفاع. أما في الجهة المقابلة مكوينة عنوان تدخلي وتكتيكي هو السيطرة الهادئة ثم الضربة القاضية. إذن في الجهة الأخرى مكوينة لن يغير فلسفة، فهدوء في البناء، ضغط ذكي في الوسط مع تسريع اللعب عند الاقتراب من منطقة الخصم. قد يعتمد خطة 4-1-2-3 تمنح المولودية تفوقا عدديا هجوميا مع مرونة في التحول وكذلك حلولا متعددة مع أي تكتل دفاعي. فالعميد لا يستعجل لكنه يعاقب فورا إذا وجد الفرصة المناسبة. المباراة ذهنيا، فهذا النوع من المباراة يحسم غالبا بلقطة ثابتة، خطأ فردي أو لحظة إلهام من لاعب واحد. الصبر، التركيز والقدرة على التحكم في الأعصاب ستكون أكيد عناصر حاسمة في هذه المباراة. إذن ليلة لا تشبه غيرها في تيزي ويزو أكيد. المتصدر يدافع عن هيبته ويصاحب الأرض يقاتل من أجل إثبات ذاته. فمولودية الجزائر تريد تأكيد أنها المرشح الأول للقب، بينما شبيبة القبائل تريد أن تقول إن التاريخ لا يمحى بالترتيب. إذا عندما ينطلق حكم صافرة البداية كل شيء يصبح ممكنا على الورق. إذا حسابيا يبدو بأن نادي مولودية الجزائر متفوقا من حيث هذا الموسم، من حيث التراتبية والترتيب في جدوله أكيد، لكن شبيبة القبائل أمام أنصارها لن ترضى أبدا بدون الانتصار. إذا متابعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، مستمرين معكم في تغطية خاصة وتحليل حصري وكذلك تحليل معمق يجمع في هذه القمة اليوم التي تجمع بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. مرحبا بكم من جديد في هذا التحليل الحصري والمعمق الخاص بهذه المباراة الشيقة والجد المثيرة. فمولودية الجزائر في اختبار صعب اليوم أمام شبيبة القبائل. تتجه أنظار عشاق الكرة الجزائرية مساء الجمعة 2 جانفي 2026 نحو ملعب حسيني تحمد، حيث يحتضن واحدة من أكثر المباريات إثارة في الكرة الوطنية، عندما تستقبل شبيبة القبائل ضيفها الثقيل مولودية الجزائر في إطار الجولة السادسة من ذهاب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. مواجهة تتجاوز حسابات الجولة والنقاط، تدخل في إطار الصراع التاريخي والندية الجماهيرية وكذلك الرهانات الفنية والنفسية. البطاقة حول هذه المباراة المسابقة وهي الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، الجولة السادسة من مرحلة الذهاب، التاريخ الجمعة 2 جانفي 2026 توقيت وهو 5 مساء حسب التوقيت المحلي في الجزائر. الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة وهو ملعب استاد حسين أي تحمد بتيزي وزو. فوضعية الفريقين قبل اللقاء: يدخل مولودية الجزائر في كزعامة واستمرارية. يدخل العميد هذه القمة وهو في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 12 جولة، محققا 10 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. فهو لديه تميز العميد مولودية الجزائر بهجوم قوي، حيث سجل 15 هدفا هذا الموسم. شخصية بطل واضحة منذ بداية الموسم، بحيث كل مبارياته يلعب كأنه بطل لهذا الموسم، ولذلك فهو يلعب بشخصية المنتصر. مولودية الجزائر هذا الموسم ليست فقط فريق نتائج، بل مشروع كروي متكامل بقيادة المدرب الجنوب افريقي رولاني مكوينة، الذي منح الفريق توازنا تكتيكيا وكذلك صلابة دفاعية مع سرعة كبيرة في التحولات الهجومية. فالعميد يسافر لتيزي وزو بهدف واضح: الخروج بنتيجة إيجابية تؤكد الهيمنة وتبعد كذلك المنافسين. أما في الجهة المقابلة الفريق الأصفر شبيبة القبائل، عنوان هذه المباراة بالنسبة لي وهو البحث عن انطلاقة حقيقية.
في المقابل تحتل شبيبة القبائل المركز العاشر ب 18 نقطة بعد مشوار متدبدب، فقط تميز ب5 انتصارات و3 تعادلات مع 4 هزائم. فهجوم حاضر لكن دفاع غير ثابت. الفريق القبائلي يعيش مرحلة إعادة بناء تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينباور، الذي يسعى لفرض هوية واضحة تقوم على مجموعة من الضوابط: أولها الاستحواذ المنظم، ثانيا الضغط المتوسط، ثالثا استغلال مهارة لاعبي الوسط. فمواجهة المتصدر تمثل فرصة مثالية بالنسبة لجهاز كا لإعادة الثقة وكسب دفعة معنوية قوية أمام جماهيرها. أما فيما يخص هذه المباراة فستتميز أكيد بصراع تكتيكي بين مدربين ذوي فلسفتين مختلفتين، الجنوب افريقي روكلاني مكوينة وكذلك زينباور المدرب الألماني. فمولودية الجزائر ستدخل إذن احتمال كبير أن تدخل بهذا الخطة، وهي 4-1-2-3. فمكوينة يعتمد غالبا على محور دفاعي صعب مع لاعب ارتكاز واحد يوازن بين الخطوط مع أجنحة سريعة قادرة على الاختراق. فالمولودية ستسعى لامتصاص ضغط البداية أكيد، ثم ضرب الشبيبة القبائل عبر المرتدات السريعة وكذلك في التحولات المباشرة. أما في الجهة المقابلة شبيبة القبائل قد تعتمد على خطة 4-2-3-1. فزينباور يراهن على مجموعة من العوارض، فأولها كثافة في وسط الميدان، ثانيا صانع ألعاب حر خلف المهاجم، وثالثا ضغط تدريجي على حامل الكرة. وفريق شبيبة القبائل أكيد ستبحث عن السيطرة على إيقاع المباراة ومنع العميد من بناء اللعب بسهولة. أما مفاتيح اللعب هذه المباراة واللاعبون الذين يمكن اعتبارهم تحت هذه المجهر في هذه المباراة، نبدأ أولا بفريق شبيبة القبائل. أولا وهو خبرة بودبوز في وسط الميدان مع تحركات أخريب على الأطراف، وكذلك صلابة ومداني دفاعيا. أما في الجهة المقابلة مولودية الجزائر لديها سرعة فرحات وبنغورة مع قوة عبد اللاوي في الكرات الهوائية، وكذلك تنظيم بن خماسة في الوسط. إذن فهي تفاصيل صغيرة فقط قد تصنع الفارق: كرة ثابتة مثلا، خطأ دفاعي، أو لقطة فردية حاسمة. هناك عامل آخر لا يمكن التغافل عنه أبدا، وهو العامل الجماهيري. فملعب حسيني تحمد سيكون ممتلئا عن آخره، وجماهير شبيبة القبائل معروفة بقدرتها على مجموعة من الضوابط التي تعتمد على رفع نسق لاعبيها، أكيد الضغط على الخصم وتحويل المباراة إلى معركة ذهنية عن طريق الضغط النفسي التي تمارسه خصوصا على الخصوم. لكن في المقابل مولودية الجزائر تملك خبرة التعامل مع الأجواء الصعبة، وهو ما يزيد أكيد من حرارة هذه المواجهة. أما السيناريوهات المحتملة فهناك الكثير، لكن 4 منها قد تكون أكثر حظا. أول سيناريو هو بداية حذرة من الطرفين. السيناريو الثاني ضغط قبائلي في الربع الساعة الأول. ثالث سيناريو محتمل وهو ردة فعل منظم من العميد. أما أخيرا مباراة مغلقة قد تحسم بتفاصيل دقيقة. إذن كخلاصة مختصرة لهذه المباراة، مباراة مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل ليست مجرد مباراة في الجولة السادسة، بل تعتبر قمة تقليدية تختبر قوة المتصدر وشخصية صاحب الأرض وبراعة كذلك المدربين مع أعصاب اللاعبين. إذن في تزوزه لا مكان للخطأ أكيد، والتاريخ يكتب دائما مثل هذه الليالي. فمباراة من هذا النوع فهي مباراة كبيرة بكل تأكيد، وستحظى بشعبية جماهيرية واسعة، لا من أنصار شبيبة القبائل ولا من طرف العميد. إذن بشكل مختصر سنعود سريعا على أبرز نقاط. إذن عنوان هذه المباراة بالنسبة فيما يخص شبيبة القبائل ومولودية الجزائر وهو صدام الإرادة والهيبة.
في مساء كروي ينتظره الجزائريون بالشغف وعلى أرضية ملعب حسينية أحمد تعود واحدة من أكثر المواجهات رمزية في تاريخ الكرة الجزائرية إلى الواجهة. وشبيبة القبائل في مواجهة مولودية الجزائر ليس فقط من أجل 3 نقاط، بل من أجل الهوية والكبرياء وفرض الشخصية. إذن يوم الجمعة 2 جانفي 2026 ليس مجرد موعد في رزنامة البطولة، بل موعد مع التاريخ ومع اختبار حقيقي لميزان القوى في الرابطة المحترفة الأولى. وسياق المباراة صدارة في مواجهة الطموح. مولودية الجزائر فريق لا يعرف التراجع أبدا. يدخل العميد هذا اللقاء وهو متربع على عرش الترتيب ب 31 نقطة بعد 12 مباراة. أكيد أرقام تتحدث عن نفسها، فهو لديه ماكينة انتصارات لا تتوقف مع ثقة عالية داخل المجموعة وانسجام واضح بين الخطوط. فمولودية الجزائر هذا الموسم تلعب بعقلية البطل، لا تكتفي بالفوز بل تفرض أسلوبها أينما حلت وارتحلت. وتحت قيادة المدرب رولاني موكوينا أصبح الفريق منظم دفاعيا وقاتل هجوميا وصلب نفسيا حتى خارج الديار. فزيارة تيزي وزو تمثل اختبار شخصية، والعميد يعلم جيدا أن أي نقطة تنتزع هنا تساوي الكثير بالنسبة له. أما بالنسبة لشبيبة القبائل الأرض والجمهور وسؤال الرد أكيد. على الجهة المقابلة تقف شبيبة القبائل في المركز العاشر ب18 نقطة، في وضعية لا تعكس تماما قيمة النادي ولا طموح أنصاره. فالفريق يعاني من تذبذب في النتائج مع فقدان الاستمرارية وضغط الجماهير متزايد. لكن مباريات مثل هذه لا تخضع للمنطق الرقمي، فشبيبة القبائل تلعب على أرضها أمام جمهورها وضد المتصدر، وهي عناصر كفيلة بقلب الموازين إن أحسن اللاعبون التعامل معها بكل تأكيد. وصراع الأفكار قبل صراع الأقدام، هكذا يراه المدربون. زنباور يسعى إلى إعادة التوازن قبل المجازفة. فالمدرب الألماني جوزيف زنباور يدرك أن مواجهة المتصدر تتطلب انضباطا تكتيكيا عاليا مع تضييق المساحات في الوسط واللعب على أخطاء الخصم. الاعتماد على خطة 4-2-3-1 يعكس رغبة واضحة في حماية الدفاع مع منح الحرية لبودبوز في صناعة اللعب، وكذلك استغلال سرعة الأجنحة. شبيبة القبائل ستسعى بكل تأكيد إلى خنق العميد لا مجاراته في الاندفاع. أما في الجهة المقابلة موكوينا عنوان تدخلي وتكتيكي هو السيطرة الهادئة ثم الضربة القاضية. إذن في الجهة الأخرى موكوينا لن يغير فلسفته، فهدوء في البناء، ضغط ذكي في الوسط مع تسريع اللعب عند الاقتراب من منطقة الخصم. قد يعتمد خطة 4-1-2-3 تمنح المولودية تفوقا عدديا هجوميا مع مرونة في التحول وكذلك حلولا متعددة أمام أي تكتل دفاعي. فالعميد لا يستعجل لكنه يعاقب فورا إذا وجد الفرصة المناسبة. المباراة ذهنيا، فهذا النوع من المباراة يحسم غالبا بلقطة ثابتة، خطأ فردي أو لحظة إلهام من لاعب واحد. الصبر، التركيز والقدرة على التحكم في الأعصاب ستكون أكيد عناصر حاسمة في هذه المباراة. إذن ليلة لا تشبه غيرها في تيزي وزو أكيد. المتصدر يدافع عن هيبته ويصاحب الأرض، يقاتل من أجل إثبات ذاته. فمولودية الجزائر تريد تأكيد أنها المرشح الأول للقب، بينما شبيبة القبائل تريد أن تقول إن التاريخ لا يمحى بالترتيب. إذن عندما ينطلق حكم صافرة البداية كل شيء يصبح ممكنا على الورق. إذن حسابيا يبدو بأن نادي مولودية الجزائر متفوقا من حيث هذا الموسم من حيث التراتبية والترتيب في جدوله أكيد، لكن شبيبة القبائل أمام أنصارها لن ترضى أبدا بدون الانتصار. إذن متابعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، مستمرين معكم في تغطية خاصة وتحليل حصري وكذلك تحليل معمق يجمع في هذه القمة اليوم التي تجمع بين الشبيبة القبائل ومولودية الجزائر. مرحبا بكم من جديد في هذا التحليل الحصري والمعمق الخاص بهذه المباراة الشيقة والجد المثيرة. فمولودية الجزائر في اختبار صعب اليوم أمام شبيبة القبائل.
تتجه أنظار عشاق الكرة الجزائرية مساء الجمعة 2 جانفي 2026 نحو ملعب حسيني تحمد، حيث يحتضن واحدة من أكثر المباريات إثارة في الكرة الوطنية، عندما تستقبل شبيبة القبائل ضيفها الثقيل بلدية الجزائر في إطار الجولة السادسة من ذهاب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. مواجهة تتجاوز حسابات الجولة والنقاط، تدخل في إطار الصراع التاريخي والندية الجماهيرية وكذلك الرهانات الفنية والنفسية. البطاقة حول هذه المباراة المسابقة وهي الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، الجولة السادسة من مرحلة الذهاب، تاريخ الجمعة 2 جانفي 2026 توقيت وهو 5 مساء حسب التوقيت المحلي في الجزائر. الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة وهو ملعب استاد حسين أي تحمد بتيزي وزو. فوضعية الفريقين قبل اللقاء يدخل مولودية الجزائر في كزعامة واستمرارية. يدخل العميد هذه القمة وهو في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 12 جولة، محققا 10 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. لديه تميز العميد مولودية الجزائر بهجوم قوي، حيث سجل 15 هدفا هذا الموسم. شخصية بطل واضحة منذ بداية الموسم، بحيث كل مبارياته يلعب كأنه بطل لهذا الموسم، ولذلك فهو يلعب بشخصية المنتصر. مولودية الجزائر هذا الموسم ليست فقط فريق نتائج، بل مشروع كروي متكامل بقيادة المدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا، الذي منح الفريق توازنا تكتيكيا وكذلك صلابة دفاعية مع سرعة كبيرة في التحولات الهجومية. فالعميد يسافر لتيزي وزو بهدف واضح، الخروج بنتيجة إيجابية تؤكد الهيمنة وتبعد كذلك المنافسين. أما في الجهة المقابلة الفريق الأصفر شبيبة القبائل، عنوان هذه المباراة بالنسبة لي وهو البحث عن انطلاقة حقيقية. في المقابل تحتل شبيبة القبائل المركز العاشر ب 18 نقطة بعد مشوار متذبذب، فقط تميز ب5 انتصارات و3 تعادلات مع 4 هزائم. فهجوم حاضر لكن دفاع غير ثابت. الفريق القبائلي يعيش مرحلة إعادة بناء تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينباور، الذي يسعى لفرض هوية واضحة تقوم على مجموعة من الضوابط، أولها الاستحواذ المنظم، ثانيا الضغط المتوسط، ثالثا استغلال مهارات لاعبي الوسط. فمواجهة المتصدر تمثل فرصة مثالية بالنسبة لجهاز كا لإعادة الثقة وكسب دفعة معنوية قوية أمام جماهيرها. أما فيما يخص هذه المباراة فستتميز أكيد بصراع تكتيكي بين مدربين ذوي فلسفتين مختلفتين، الجنوب افريقي روكلاني موكوينا وكذلك زينباور المدرب الألماني. فمولودية الجزائر ستدخل إذن احتمال كبير أن تدخل بهذا الخطة وهي 4-1-2-3. فموكوينا يعتمد غالبا على محور دفاعي صعب مع لاعب ارتكاز واحد يوازن بين الخطوط مع أجنحة سريعة قادرة على الاختراق. فالمولودية ستسعى لامتصاص ضغط البداية أكيد، ثم ضرب الشبيبة القبائل عبر المرتدات السريعة وكذلك في التحولات المباشرة. أما في الجهة المقابلة شبيبة القبائل قد تعتمد على خطة 4-2-3-1. فزينباور يراهن على مجموعة من العوارض، فأولها كثافة في وسط الميدان، ثانيا صانع ألعاب حر خلف المهاجم، وثالثا ضغط تدريجي على حامل الكرة. وفريق شبيبة القبائل أكيد ستبحث عن السيطرة على إيقاع المباراة ومنع العميد من بناء اللعب بسهولة. أما مفاتيح اللعب هذه المباراة واللاعبون الذين يمكن اعتبارهم تحت هذه المجهر في هذه المباراة، نبدأ أولا بفريق شبيبة القبائل. أولا وهو خبرة بودبوز في وسط الميدان مع تحركات أخريب على الأطراف وكذلك صلابة ومداني دفاعيا. أما في الجهة المقابلة مولودية الجزائر لديها سرعة فرحات وبنغورة
مع قوة عبد الله في الكرات الهوائية، وكذلك تنظيم بن خماسة في الوسط. إذا فهي تفاصيل صغيرة فقط قد تصنع الفارق. كرة ثابتة مثلا، خطأ دفاعي، أو لقطة فردية حاسمة. هناك عامل آخر لا يمكن التغافل عنه أبدا، وهو العامل الجماهيري. فملعب حسين أيت أحمد سيكون ممتلئا عن آخره، وجماهير شبيبة القبائل معروفة بقدرتها على مجموعة من الضوابط التي تعتمدها رفع نسق لاعبيها، أكيد الضغط على الخصم، وتحويل المباراة إلى معركة ذهنية عن طريق الضغط النفسي التي تمارسه خصوصا على الخصوم. لكن في المقابل مولودية الجزائر تملك خبرة التعامل مع الأجواء الصعبة، وهو ما يزيد أكيد من حرارة هذه المواجهة. أما السيناريوهات المحتملة فهناك الكثير، لكن 4 منها قد تكون أكثر حظا. أول سيناريو هو بداية حذرة من الطرفين. السيناريو الثاني ضغط قبائلي في الربع الساعة الأول. ثالث سيناريو محتمل وهو ردة فعل منظم من العميد. أما أخيرا المباراة مغلقة قد تحسم بتفاصيل دقيقة. إذا كخلاصة مختصرة لهذه المباراة، مباراة مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل ليست مجرد مباراة في الجولة السادسة، بل تعتبر قمة تقليدية تختبر قوة المتصدر وشخصية صاحب الأرض وبراعة كذلك المدربين مع أعصاب اللاعبين. إذا في تزوزه لا مكان للخطأ أكيد، والتاريخ يكتب دائما مثل هذه الليالي. فمباراة من هذا النوع فهي مباراة كبيرة بكل تأكيد، وستحظى بشعبية جماهيرية واسعة، لا من أنصار شبيبة القبائل ولا من طرف العميد. إذا بشكل مختصر سنعود سريعا على أبرز النقاط. إذا عنوان هذه المباراة بالنسبة فيما يخص شبيبة القبائل ومولود الجزائر وهو صدام الإرادة والهيبة. في مساء كروي ينتظره الجزائريون بالشغف وعلى أرضية ملعب حسين أيت أحمد تعود واحدة من أكثر المواجهات رمزية في تاريخ الكرة الجزائرية إلى الواجهة. وشبيبة القبائل في مواجهة مولودية الجزائر ليس فقط من أجل 3 نقاط، بل من أجل الهوية والكبرياء وفرض الشخصية. إذن يوم الجمعة 2 جانفي 2026 ليس مجرد موعد في رزنامة البطولة، بل موعد مع التاريخ ومع اختبار حقيقي لميزان القوى في الرابطة المحترفة الأولى. وسياق المباراة صدارة في مواجهة الطموح. مولودية الجزائر فريق لا يعرف التراجع أبدا. يدخل العميد هذا اللقاء وهو متربع على عرش الترتيب ب 31 نقطة بعد 12 مباراة. أكيد أرقام تتحدث عن نفسها، فهو لديه ماكينة انتصارات لا تتوقف، مع ثقة عالية داخل المجموعة وانسجام واضح بين الخطوط. فمولودية الجزائر هذا الموسم تلعب بعقلية البطل، لا تكتفي بالفوز بل تفرض أسلوبها أينما حلت وارتحلت. وتحت قيادة المدرب رولاني موكوينا أصبح الفريق منظم دفاعيا وقاتل هجوميا وصلب نفسيا حتى خارج الديار. فزيارة تزوز تمثل اختبار شخصية، والعميد يعلم جيدا أن أي نقطة تنتزع هنا تساوي الكثير بالنسبة له. أما بالنسبة لشبيبة القبائل، الأرض والجمهور وسؤال الرد أكيد. على الجهة المقابلة تقف شبيبة القبائل في المركز العاشر ب18 نقطة، في وضعية لا تعكس تماما قيمة النادي ولا طموح أنصاره. فالفريق يعاني من تذبذب في النتائج مع فقدان الاستمرارية وضغط جماهيري متزايد. لكن مباريات مثل هذه لا تخضع للمنطق الرقمي، فشبيبة القبائل تلعب على أرضها أمام جمهورها وضد المتصدر، وهي عناصر كفيلة بقلب الموازين إن أحسن اللاعبون التعامل معها بكل تأكيد. وصراع الأفكار قبل صراع الأقدام، هكذا يراه المدربون. زنباور يسعى إلى إعادة التوازن قبل المجازفة. فالمدرب الألماني جوزيف زنباور يدرك أن مواجهة المتصدر تتطلب انضباطا تكتيكيا عاليا مع تضييق المساحات في الوسط واللعب على أخطاء الخصم. الاعتماد على خطة 4-2-3-1 يعكس رغبة واضحة في حماية الدفاع مع منح الحرية لبودبوز في صناعة اللعب، وكذلك استغلال سرعة الأجنحة. شبيبة القبائل ستسعى بكل تأكيد إلى خنق العميد لا مجاراته في الاندفاع.
أما في الجهة المقابلة مكوينة عنوان تدخلي وتكتيكي هو السيطرة الهادئة ثم الضربة القاضية. إذن في الجهة الأخرى مكوينة لن يغير فلسفته، فهدوء في البناء، ضغط ذكي في الوسط مع تسريع اللعب عند الاقتراب من منطقة الخصم. قد يعتمد خطة 4-1-2-3 تمنح المولودية تفوقا عدديا هجوميا مع مرونة في التحول، وكذلك حلولا متعددة أمام أي تكتل دفاعي. فالعميد لا يستعجل لكنه يعاقب فورا إذا وجد الفرصة المناسبة. المباراة ذهنيا، فهذا النوع من المباراة يحسم غالبا بلقطة ثابتة، خطأ فردي أو لحظة إلهام من لاعب واحد. الصبر، التركيز والقدرة على التحكم في الأعصاب ستكون أكيد عناصر حاسمة في هذه المباراة. إذا ليلة لا تشبه غيرها في تيزي ويزو أكيد. المتصدر يدافع عن هيبته ويصاحب الأرض يقاتل من أجل إثبات ذاته. فمولودية الجزائر تريد تأكيد أنها المرشح الأول للقب، بينما شبيبة القبائل تريد أن تقول إن التاريخ لا يمحى بالترتيب. إذا عندما ينطلق حكم صافرة البداية كل شيء يصبح ممكنا على الورق. إذا حسابيا يبدو بأن نادي مولودية الجزائر متفوقا من حيث هذا الموسم، من حيث التراتبية والترتيب في جدوله أكيد، لكن شبيبة القبائل أمام أنصارها لن ترضى أبدا بدون الانتصار. إذا متابعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، مستمرين معكم في تغطية خاصة وتحليل حصري وكذلك تحليل معمق يجمع في هذه القمة اليوم التي تجمع بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. مرحبا بكم من جديد في هذا التحليل الحصري والمعمق الخاص بهذه المباراة الشيقة والجد المثيرة. فمولودية الجزائر في اختبار صعب اليوم أمام شبيبة القبائل. تتجه أنظار عشاق الكرة الجزائرية مساء الجمعة 2 جانفي 2026 نحو ملعب حسينية أحمد، حيث يحتضن واحدة من أكثر المباريات إثارة في الكرة الوطنية، عندما تستقبل شبيبة القبائل ضيفها الثقيل مولودية الجزائر في إطار الجولة السادسة من ذهاب من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. مواجهة تتجاوز حسابات الجولة والنقاط، تدخل في إطار الصراع التاريخي والندية الجماهيرية وكذلك الرهانات الفنية والنفسية. البطاقة حول هذه المباراة المسابقة وهي الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، الجولة السادسة من مرحلة الذهاب، التاريخ الجمعة 2 جانفي 2026 توقيت وهو 5 مساء حسب التوقيت المحلي في الجزائر. الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة وهو ملعب استاد حسين أيت أحمد في تيزي ويزو. فوضعية الفريقين قبل اللقاء: يدخل مولودية الجزائر في كزعامة واستمرارية. يدخل العميد هذه القمة وهو في صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد 12 جولة، محققا 10 انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. فهو لديه تميز العميد مولودية الجزائر بهجوم قوي، حيث سجل 15 هدفا هذا الموسم. شخصية بطل واضحة منذ بداية الموسم، بحيث كل مبارياته يلعب كأنه بطل لهذا الموسم، ولذلك فهو يلعب بشخصية المنتصر. مولودية الجزائر هذا الموسم ليست فقط فريق نتائج، بل مشروع كروي متكامل بقيادة المدرب الجنوب افريقي رولاني مكوينة، الذي منح الفريق توازنا تكتيكيا وكذلك صلابة دفاعية مع سرعة كبيرة في التحولات الهجومية. فالعميد يسافر لتيزي ويزو بهدف واضح: الخروج بنتيجة إيجابية تؤكد الهيمنة وتبعد كذلك المنافسين. أما في الجهة المقابلة الفريق الأصفر شبيبة القبائل، عنوان هذه المباراة بالنسبة لي وهو البحث عن انطلاقة حقيقية. بالمقابل تحتل شبيبة القبائل المركز العاشر ب18 نقطة بعد مشوار متذبذب، فقط تميز ب5 انتصارات و3 تعادلات مع 4 هزائم.
فهجوم حاضر لكن دفاع غير ثابت. الفريق القبائلي يعيش مرحلة إعادة بناء تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينباور، الذي يسعى لفرض هوية واضحة تقوم على مجموعة من الضوابط. أولها الاستحواذ المنظم، ثانيا الضغط المتوسط، ثالثا استغلال مهارة لاعبي الوسط. فمواجهة المتصدر تمثل فرصة مثالية بالنسبة لجهاز كا لإعادة الثقة وكسب دفعة معنوية قوية أمام جماهيرها. أما فيما يخص هذه المباراة فستتميز أكيد بصراع تكتيكي بين مدربين ذوي فلسفتين مختلفتين، الجنوب افريقي روكلاني مكوينة وكذلك زينباور المدرب الألماني. فمولودية الجزائر ستدخل إذن احتمال كبير أن تدخل بهذا الخطة وهي 4-1-2-3. فمكوينة يعتمد غالبا على محور دفاعي صعب مع لاعب ارتكاز واحد يوازن بين الخطوط مع أجنحة سريعة قادرة على الاختراق. فالمولودية ستسعى لامتصاص ضغط البداية أكيد، ثم ضرب الشبيبة القبائل عبر المرتدات السريعة وكذلك في التحولات المباشرة. أما في الجهة المقابلة شبيبة القبائل قد تعتمد على خطة 4-2-3-1. فزينباور يراهن على مجموعة من العوارض، فأولها كثافة في وسط الميدان، ثانيا صانع ألعاب حر خلف المهاجم، وثالثا ضغط تدريجي على حامل الكرة. وفريق شبيبة القبائل أكيد ستبحث عن السيطرة على إيقاع المباراة ومنع العميد من بناء اللعب بسهولة. أما مفاتيح اللعب هذه المباراة واللاعبون الذين يمكن اعتبارهم تحت هذه المجهر في هذه المباراة، نبدأ أولا بفريق الشبيبة القبائل. أولا وهو خبرة بودبوز في وسط الميدان مع تحركات أخريب على الأطراف، وكذلك صلابة ومداني دفاعيا. أما في الجهة المقابلة مولودية الجزائر لديها سرعة فرحات وبنغورة مع قوة عبد اللاوي في الكرات الهوائية، وكذلك تنظيم بن خماسة في الوسط. إذن فهي تفاصيل صغيرة فقط قد تصنع الفارق، كرة ثابتة مثلا، خطأ دفاعي أو لقطة فردية حاسمة. هناك عامل آخر لا يمكن التغافل عنه أبدا، وهو العامل الجماهيري. فملعب حسين أيت أحمد سيكون ممتلئا عن آخره، وجماهير شبيبة القبائل معروفة بقدرتها على مجموعة من الضوابط التي تعتمد على رفع نسق لاعبيها، أكيد الضغط على الخصم وتحويل المباراة إلى معركة ذهنية عن طريق الضغط النفسي التي تمارسه خصوصا على الخصوم. لكن في المقابل مولودية الجزائر تملك خبرة التعامل مع الأجواء الصعبة، وهو ما يزيد أكيد من حرارة هذه المواجهة. أما السيناريوهات المحتملة فهناك الكثير، لكن 4 منها قد تكون أكثر حظا. أول سيناريو هو بداية حذرة من الطرفين. السيناريو الثاني ضغط قبائلي في الربع الساعة الأول. ثالث سيناريو محتمل وهو ردة فعل منظم من العميد. أما أخيرا المباراة مغلقة قد تحسم بتفاصيل دقيقة. إذن كخلاصة مختصرة لهذه المباراة، مباراة مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل ليست مجرد مباراة في الجولة السادسة، بل تعتبر قمة تقليدية تختبر قوة المتصدر وشخصية صاحب الأرض وبراعة كذلك المدربين مع أعصاب اللاعبين. إذن في تزوزه لا مكان للخطأ أكيد، والتاريخ يكتب دائما مثل هذه الليالي. فمباراة من هذا النوع فهي مباراة كبيرة بكل تأكيد، وستحظى بشعبية جماهيرية واسعة، لا من أنصار شبيبة القبائل ولا من طرف العميد. إذن بشكل مختصر سنعود سريعا على أبرز النقاط. إذن عنوان هذه المباراة بالنسبة فيما يخص شبيبة القبائل ومولودية الجزائر وهو صدام الإرادة والهيبة. في مساء كروي ينتظره الجزائريون بالشغف وعلى أرضية ملعب حسين أيت أحمد تعود واحدة من أكثر المواجهات رمزية في تاريخ الكرة الجزائرية إلى الواجهة. وشبيبة القبائل في مواجهة مولودية الجزائر ليس فقط من أجل 3 نقاط، بل من أجل الهوية والكبرياء وفرض الشخصية.
إذن يوم الجمعة 2 جانفي 2026 ليس مجرد موعد في رزنامة البطولة، بل موعد مع التاريخ ومع اختبار حقيقي لميزان القوى في الرابطة المحترفة الأولى. وسياق المباراة صدارة في مواجهة الطموح. مولودية الجزائر فريق لا يعرف التراجع أبدا. يدخل العميد هذا اللقاء وهو متربع على عرش الترتيب ب 31 نقطة بعد 12 مباراة. أكيد أرقام تتحدث عن نفسها، فهو لديه ماكينة انتصارات لا تتوقف مع ثقة عالية داخل المجموعة وانسجام واضح بين الخطوط. فمولودية الجزائر هذا الموسم تلعب بعقلية البطل، لا تكتفي بالفوز بل تفرض أسلوبها أينما حلت وارتحلت. وتحت قيادة المدرب رولاني موكوينا أصبح الفريق منظم دفاعيا وقاتل هجوميا وصلب نفسيا حتى خارج الديار. فزيارة تيزي وزو تمثل اختبار شخصية، والعميد يعلم جيدا أن أي نقطة تنتزع هنا تساوي الكثير بالنسبة له. أما بالنسبة لشبيبة القبائل، الأرض والجمهور وسؤال الرد أكيد. على الجهة المقابلة تقف شبيبة القبائل في المركز العاشر ب18 نقطة، في وضعية لا تعكس تماما قيمة النادي ولا طموح أنصاره. فالفريق يعاني من تذبذب في النتائج مع فقدان الاستمرارية وضغط جماهيري متزايد. لكن مباريات مثل هذه لا تخضع للمنطق الرقمي، فالشبيبة القبائل تلعب على أرضها أمام جمهورها وضد المتصدر، وهي عناصر كفيلة بقلب الموازين إن أحسن اللاعبون التعامل معها بكل تأكيد. وصراع الأفكار قبل صراع الأقدام، هكذا يراه المدربون. زينباور يسعى إلى إعادة التوازن قبل المجازفة. فالمدرب الألماني جوزيف زينباور يدرك أن مواجهة المتصدر تتطلب انضباطا تكتيكيا عاليا مع تضييق المساحات في الوسط واللعب على أخطاء الخصم. الاعتماد على خطة 4-2-3-1 يعكس رغبة واضحة في حماية الدفاع مع منح الحرية لبودبوز في صناعة اللعب، وكذلك استغلال سرعة الأجنحة. شبيبة القبائل ستسعى بكل تأكيد إلى خنق العميد لا مجاراته في الاندفاع. أما في الجهة المقابلة موكوينا عنوان تدخلي وتكتيكي هو السيطرة الهادئة ثم الضربة القاضية. إذن في الجهة الأخرى موكوينا لن يغير فلسفته، فهدوء في البناء، ضغط ذكي في الوسط مع تسريع اللعب عند الاقتراب من منطقة الخصم. قد يعتمد خطة 4-1-2-3 تمنح المولودية تفوقا عدديا هجوميا مع مرونة في التحول وكذلك حلولا متعددة مع أي تكتل دفاعي. فالعميد لا يستعجل لكنه يعاقب فورا إذا وجد الفرصة المناسبة. المباراة ذهنيا، فهذا النوع من المباراة يحسم غالبا بلقطة ثابتة، خطأ فردي أو لحظة إلهام من لاعب واحد. الصبر، التركيز والقدرة على التحكم في الأعصاب ستكون أكيد عناصر حاسمة في هذه المباراة. إذن ليلة لا تشبه غيرها في تيزي وزو أكيد. المتصدر يدافع عن هيبته ويصاحب الأرض يقاتل من أجل إثبات ذاته. فمولودية الجزائر تريد تأكيد أنها المرشح الأول للقب، بينما شبيبة القبائل تريد أن تقول إن التاريخ لا يمحى بالترتيب. إذا عندما ينطلق حكم صافرة البداية كل شيء يصبح ممكنا على الورق. إذا حسابيا يبدو بأن نادي مولودية الجزائر متفوقا من حيث هذا الموسم، من حيث التراتبية والترتيب في جدوله أكيد. لكن شبيبة القبائل أمام أنصارها لن ترضى أبدا بدون الانتصار. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve encore une autre fois dans une analyse approfondie, une analyse très exceptionnelle aujourd'hui, parce qu'il y en a une rencontre très spéciale entre la GSK et MCA, donc Mouloudiat Club d'Alger vs GS Kabylie. Donc le football algérien s'apprête à vivre une soirée d'exception, sera le théâtre d'affrontement aussi, le stade de Hessinait Ahmed ce vendredi le 2 janvier 2026. Le stade chargé d'histoire, de rivalité, de passion. La GS Kabylie reçoit le MCA, leader incontesté du championnat. Donc ce duel dépasse largement le cadre d'un simple match de la 6e journée. Donc il s'agit d'un test de caractère, d'un bras de fer tactique et surtout d'un rendez-vous où chaque détail peut faire basculer le scénario. Le contexte général, il s'agit de deux trajectoires, un seul objectif,
MSA, ou MS Alger, la puissance tranquille du leader. Donc avec 31 points en 12 matchs, le MCA domine la Ligue 1 professionnelle avec autorité. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, 10 victoires, un nul et une seule défaite. Meilleur attaquant et l'un des défenses les plus solides cette année. Donc sous l'alouette du technicien sud-africain Roland Mokoena, le doyen affiche une maturité impressionnante. Son équipe ne se conteste pas de gagner. Donc, il contrôle, il impose et il punit. Donc, chaque déplacement est abordé avec la même rigueur, la même ambition, et ce voyage à Tizi Ouzou ne s'échappe pas à la règle. Donc, le MCA sait que prendre des points ici, c'est d'envoyer un message fort à toute la concurrence. GS Kabylie entre urgence de résultat et fierté de maillot. Donc, en face, la GS Kabylie traverse une phase plus difficile. Classé en 10e place avec 18 points, l'équipe Kabylie peine à trouver une continuité dans ses performances. Donc, cependant, réduire la GSK à sa position au classement serait une grave erreur à domicile portée par son public fervent et exigeant. La GSK se transforme souvent. Donc, pour les hommes de Joseph Zimbabwe, ce match représente une opportunité de relance, une chance de se réconcilier avec les supporters et surtout l'occasion de faire tomber le leader. Donc, dans ce genre de confrontation, la pression change de camp ici. Il s'agit d'un duel tactique entre Zimbabwe et contre Mokoena, bien sûr. La GS Kabylie a une discipline, un équilibre et transition rapide. Donc Zimbabwe devrait rester fidèle à son 4-2-3-1, une organisation pensée pour sécuriser l'axe défensif et aussi limiter les espaces entre les lignes et exploiter les phases de transmission. Et aussi avec 10 joueurs techniques comme Riyad Boudbouz, la GSK cherche à casser le rythme du MSA, donc à varier le jeu et se reprendre sur coup de pied arrêté ou action rapide sur les côtés. Donc l'objectif est clair, résister, frustrer, puis frapper au bon moment. Donc MSA maîtrise collectif et variété offensive. De son côté, Mokoena ne reniera pas sa philosophie. Le 4-2-3 des MCA offre une supériorité milieu, une grande liberté aux ailiers et plusieurs solutions dans la construction et la finition. Donc le MCA aime confisquer le ballon, user l'adversaire, puis accélérer brutalement avec des joueurs rapides et disciplinés. Donc le leader sait faire mal sans se précipiter. Les clés du match, on commence par la bataille du milieu. Donc le duel entre les récupérateurs et les meneurs du jeu sera déterminant. Donc celui qui imposera le tempo prendra l'ascendant psychologique. Donc la gestion de la pression, le public de Tizi Ouzou peut être un atout immense ou une source de stress. La GSK devra canaliser cette énergie. L'efficacité offensive dans un match aussi fermé, les occasions seront rares et la différence se fera sur un coup franc ou bien une erreur défensive ou un exploit individuel. Il s'agit d'un match qui se joue aussi dans les têtes, bien sûr. Donc, ce type de confrontation se gagne autant mentalement que techniquement. La patience des MCA face à l'enthousiasme de la GSK, la lucidité face à l'urgence et le calme face à la faveur. Donc, chaque duel, chaque ballon perdu ou récupéré aura son importance. En conclusion, une soirée à part dans la saison, bien sûr, à Tizi Ouzou. Le MCA vous confirmer son statut de favori au titre. La GS Kabylie vous rappeler qu'il reste un géant du football algérien. Donc, quand l'arbitre donnera le coup d'envoi, le classement n'aura plus aucune valeur. Il ne restera que la pelouse, les joueurs et la vérité du terrain. Une chose est sûre, le spectacle et l'attention seront bien sûr au rendez-vous aujourd'hui. Mais à Tizi Ouzou, le football n'est jamais banal. Donc, chaque match de la GSK est vécu comme un événement populaire, presque culturel. Donc, les soi-disant
les promotant une ambiance électrique où chaque tacle à Houssine Ahmed, tribune du stade, chaque passe, chaque tir sera accompagné d'un rugissement collectif. Donc, en face à cette faveur, le MSA, donc, c'est qu'il devra preuve de sang-froid, car ici, le match commence bien avant le coup d'envoi. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve encore une autre fois dans une analyse approfondie, une analyse très exceptionnelle aujourd'hui, parce qu'il y en a une rencontre très spéciale entre la GSK et MCA, donc Mouloudiat Club d'Alger vs GS Kabylie. Donc, le football algérien s'apprête à vivre une soirée d'exception, sera le théâtre d'affrontement aussi, le stade de Houssine Ahmed ce vendredi, le 2 janvier 2026. Le stade chargé d'histoire, de rivalité, de passion. La GS Kabylie reçoit le MCA, leader incontesté du championnat. Donc, ce duel dépasse largement le cadre d'un simple match de la 6e journée. Donc, il s'agit d'un test de caractère, d'un bras de fer tactique et surtout d'un rendez-vous où chaque détail peut faire basculer le scénario. Le contexte général, il s'agit de deux trajectoires, un seul objectif. MS Alger, la puissance tranquille du leader. Donc avec 31 points en 12 matchs, le MCA domine la Ligue 1 professionnelle avec autorité. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, 10 victoires, un nul et une seule défaite. Meilleur attaquant et l'un des défenses les plus solides cette année. Donc, sous l'alouette du technicien sud-africain Rolani Mokoena, le doyen affiche une maturité impressionnante. Son équipe ne se conteste pas de gagner. Donc, il contrôle, il impose et il punit. Donc, chaque déplacement est abordé avec la même rigueur, la même ambition, et ce voyage à Tizi Ouzou ne s'échappe pas à la règle. Donc, le MCA sait que prendre des points ici, c'est d'envoyer un message fort à toute la concurrence. GS Kabylie entre urgence de résultats et fierté de maillot. Donc en face, la GS Kabylie traverse une phase plus difficile. Classée en 10e place avec 18 points, l'équipe Kabylie peine à trouver une continuité dans ses performances. Donc cependant, réduire la GSK à sa position au classement serait une grave erreur à domicile portée par son public fervent et exigeant. La GSK se transforme souvent. Donc pour les hommes de Joseph Zembawa, ce match représente une opportunité de relance, une chance de se réconcilier avec les supporters et surtout l'occasion de faire tomber le leader. Donc dans ce genre de confrontation, la pression change de camp ici. Il s'agit d'un duel tactique entre Zimbabwe et contre Mokoena, bien sûr. La GS Kabylie a une discipline, un équilibre et transition rapide. Donc Zimbabwe devrait rester fidèle à son 4-2-3-1, une organisation pensée pour sécuriser l'axe défensif et aussi limiter les espaces entre les lignes et exploiter les phases de transmission. Et aussi avec 10 jours techniques comme Riyad Boudbouz, la GSK cherche à casser le rythme du MSA, donc à varier le jeu et se reprendre sur coups de pied arrêtés ou actions rapides sur les côtés. Donc l'objectif est clair, résister, frustrer, puis frapper au bon moment. Donc MSA maîtrise collectif et variété offensive. De son côté, Mokoena ne reniera pas sa philosophie. Le 4-2-3 des MCA offre une supériorité milieu, une grande liberté aux ailiers et plusieurs solutions dans la construction et la finition. Donc le MCA aime confisquer le ballon, user l'adversaire, puis accélérer brutalement avec des jeux rapides et disciplinés. Donc le leader sait faire mal sans se précipiter. Les clés du match, on commence par la bataille du milieu. Donc le duel entre les récupérateurs et les meneurs du jeu sera déterminant. Donc celui qui imposera le tempo prendra l'ascendant psychologique. Donc la gestion de la pression, le public de Tizi Ouzou peut être un atout immense ou une source de stress. La GSK devra canaliser cette énergie. L'efficacité offensive dans un match aussi fermé, les occasions seront rares et la différence
se fera sur un coup franc ou bien une erreur défensive ou un exploit individuel. Il s'agit d'un match qui se joue aussi dans les têtes, bien sûr. Donc, ce type de confrontation se gagne autant mentalement que techniquement. La patience des MCA face à l'intelligence de la GSK, la lucidité face à l'urgence et le calme face à la faveur. Donc, chaque duel, chaque ballon perdu ou récupéré aura son importance. En conclusion, une soirée à part dans la saison, bien sûr, à Tizi Ouzou. Le MCA vous confirmer son statut de favori au titre. La GS Kabylie vous rappelle qu'il reste un géant du football algérien. Donc, quand l'arbitre donnera le coup d'envoi, le classement n'aura plus aucune valeur. Il ne restera que la pelouse, les joueurs et la vérité du terrain. Une chose est sûre, le spectacle et l'attention seront bien sûr au rendez-vous aujourd'hui. Mais à Tizi Ouzou, le football n'est jamais banal. Donc, chaque match de la GSK est vécu comme un événement populaire, presque culturel. Donc, soi-disant, les promotants une ambiance électrique où chaque tacle à Houssini Tahmed, tribune du stade, chaque passe, chaque tir sera accompagné d'un rugissement collectif. Donc, en face à cette faveur, le MSA, donc, c'est qu'il devra preuve de sang-froid, car ici, le match commence bien avant le coup d'envoi. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve encore une autre fois dans une analyse approfondie, une analyse très exceptionnelle aujourd'hui, parce qu'il y en a une rencontre très spéciale entre la GSK et MCA, donc Mouloudiat Club d'Alger vs GS Kabylie. Donc, le football algérien s'apprête à vivre une soirée d'exception, sera le théâtre d'affrontement aussi, le stade de Houssini Tahmed ce vendredi, le 2 janvier 2026. Le stade chargé d'histoire, de rivalité, de passion. La GS Kabylie reçoit le MCA, leader incontesté du championnat. Donc, ce duel dépasse largement le cadre d'un simple match de la 6e journée. Donc, il s'agit d'un test de caractère, d'un bras de fer tactique et surtout d'un rendez-vous où chaque détail peut faire basculer le scénario. Le contexte général, il s'agit de deux trajectoires, un seul objectif, MS Alger, la puissance tranquille du leader. Donc, avec 31 points en 12 matchs, le MCA domine la Ligue 1 professionnelle avec autorité. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 10 victoires, un nul et une seule défaite. Meilleur attaquant, il est l'un des défenses les plus solides cette année. Donc, sous l'alouette du technicien sud-africain Rolani Mokwena, le doyen affiche une maturité impressionnante. Son équipe ne se conteste pas de gagner. Donc, il contrôle, il impose et il punit. Donc, chaque déplacement est abordé avec la même rigueur, la même ambition, et ce voyage à Tizi Ouzou ne s'échappe pas à la règle. Donc, le MCA sait que prendre des points ici, c'est d'envoyer un message fort à toute la concurrence. GS Kabylie entre urgence de résultats et fierté de maillot. Donc, en face, la GS Kabylie traverse une phase plus difficile. Classée en 10e place avec 18 points, l'équipe Kabylie peine à trouver une continuité dans ses performances. Donc, cependant, réduire la GSK à sa position au classement serait une grave erreur à domicile portée par son public fervent et exigeant. La GSK se transforme souvent. Donc, pour les hommes de Joseph Zembawa, ce match représente une opportunité de relance, une chance de se réconcilier avec les supporters et surtout l'occasion de faire tomber le leader. Donc, dans ce genre de confrontation, la pression change de camp ici. Il s'agit d'un duel tactique entre Zimbabwe et contre Mokwena, bien sûr. La GS Kabylie a une discipline, un équilibre et transition rapide. Donc, Zimbabwe devrait rester fidèle à son 4-2-3-1, une organisation pensée pour sécuriser l'axe défensif et aussi limiter les espaces entre les lignes et exploiter les phases de transmission. Et aussi avec 10 joueurs techniques comme Riyad Boudbouz, la GSK cherche à casser le rythme
du MSA. Donc, à varier le jeu et surprendre sur coup de pied arrêté ou action rapide sur les côtés. Donc, l'objectif est clair, résister, frustrer, puis frapper au bon moment. Donc, MSA, maîtrise collective et variété.